قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. زي ما طلبت الجزء الثاني من كراش، ركز معايا بقى وبلاش تغش، لان الفيلم حاله من الخيال العلمي والاكشن والدراما الهنديه. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه العالميه. والان اربط الاحزمه مستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسونيا اللي بتبص على صوره ابنها روهيت ومرات ابنها نيشا. هو بيكون في منتهى الحزن عليهم. ايوه ماتوا يا صديقي. المهم بتبص على الترابيزه بتلاقي كراسه رسم وفيها رسومات جباره. بتقول له كريشنا بتاعت مين الكراسه دي يا حبيبي؟ بيقول لها بتاعت انا يا جدتي. بتقول له مين اللي رسم الرسومات اللي فيها دي؟ بيقول لها انا يا جدتي. هو ليه الناس الكبيره دايما بتسالني انت عملت الحاجه دي؟ اقول لهم انا محدش يصدقني، كلها حاجات بسيطه. بتقول له يا حبيبي انا مصدقاه. بتاخده وبتروح بيه المدرسه. المدير بيقول لها والله يا سونيا هانم انا كنت عايز اكلمك من اسبوعين، بس كنت مستني اتاكد من اللي انا عايز اعمله. كريشنا تفوق على كل زمايله اللي من سنه. شوفي بنفسك الاسئله اللي كريشنا مجاوب عليها. بتقول له ده خط كريشنا ازاي والاسئله دي تخص شباب الصف السابع وهو لسه في الصف الاول. بيقول لها ما هو علشان كده احنا عايزين نعمل له اختبار ذهني ونشوف الواد هيجاوب لحد فين. هنساله من الصف السابع لحد اسئله الجامعه. وفعلا يا صديقي بتحضر لجنه مخصوص من وزاره التربيه والتعليم. الواد بيجاوب على كل اسئلتهم من الصف السابع لحد الجامعه ولسه مكمل وهيقفل بوابه التعليم. جدته بتكون في منتهى الصدمه وبتروح تاخده وبتجري من المكان. المدير بيروح وراها وبيقول لها انا نفسي اعرف ايه اللي مخوفك. الواد عبقري. بتقول له ما هو ده اللي خلاني اخده بعيد. بيقول لها الواد معجزه، انا كنت حاسس انه معجزه ولكن اتاكدت بعد الاختبارات قوه ابوه اتنقلت له. الواد هيبقى زي ابوه عبقري والعالم كله هيتكلم عنه. بتقول له انا هعمل اللي هقدر عليه وهاخد بالاسباب. هخفي كريشنا بعيد عن عيون الناس. هخفي وهخفي كل قدراته معاه. وفعلا يا صديقي بتاخده على جزيره بعيده قوي وبتبني حته بيت يعيشوا فيها. ولكن الواد كريشنا ما بيكونش طبيعي. قدراته فتاكه مفيش حد من العيال بيرضى يلعب معاه. اي حاجه بضربه منه بيشنكلها. حتى القعده مفيش حد بيقعدها معاه فبيضطر يقعد لوحده. بيصاحب الحيوانات اللي في الغابه وكل لعبه وهزاره بيكون معاهم. ودايما بيسابق الحمار ده. بيقول له تعالى يالا. بياخدها جري وراه. وها هو الوحش العنيف والاسد المخيف والبطل الذي بقدراته هيكتب النهارده كتير. كريشنا كبر وبقى الجحش اللي بيسابقه. بياخدها جري وطلطت ورا الحصان والحصان بيكون خلاص هيكسب. ولكن كريش بيفعل وضع الكاد وهي نطه والتانيه بيكون على التل. هو كريشنا بيكون بيلعب مع العيال في الشارع. بيلاقي الباراشوت ده نازل وما يعرفش ده ايه اصلا بس بيروح جري على هناك. بيقضيها تنطيط يمين وشمال. العيال بيخافوا ويرجعوا وهو بيكمل لوحده. خلصنا الكدب على الميه نخش على الاشجار. ايوه اكتب بالراحه بس يا كريشنا حبيبي. انت لسه شفت كدبه صديقي؟ الواد بيفضل يطلع لفوق وهو الباراشوت بيخبط الراجل بيلزقه في الشجره. ابوه خلاص هيقع. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. بسرعه الاستربيكو بيمسك الشخص ده وبينزل بيهلف في القناع اللي لابسه بيتقلع منه. الشعر بيطير والقلب حرير. وطالما لقينا فيها حريم غير قلب ما يقدر يسيب. وعلى وضعك يا غشيم. كريشنا بتوف في جمالها ولكن بتصرخ في وشه بترعبه. بيمسك في الشجره بيقول لها ما تخافيش انا ماسكه خليكي واثقه فيا. بتقول له حاضر. بيكمل بيها بتبص لتحت بتصرخ تاني. بيقول لها غمضي عينيكي وامسكي فيها كويس ما تخافيش. بتاخده بالحضن. لا كده كتير. الواد عايش في غابه كان اخره قرد حصان. الحضن ده فيه تبول لا ارادي ولو مش مصدق يسال راضي. المهم بيكمل بيها لتحت. بتصرخ يقول لها في ايه؟ ما احنا مكملين باحضان والدنيا زي العسل. بتصرخ اكتر. بيرميها على الارض بيغمى عليها. بينزل يطمن عليها وزمايلها بيحضروا في المكان. بيسيبها ويمشي. هما بيروح لها جري وبيقول لهم لسه عايشه يلا هناخدها على الخيمه. بهدر بيقول طيب ازاي الباراشوت فوق وهي لسه عايشه؟ كريشنا بيكتم بقه. هو بيقول له هنرجعهم يا معلم. وفعلا بهدور بيروح معاهم. بريا بتفوق وبتقول لهم فين الواد اللي انقذني؟ كومال بيقول لها واد مين؟ بتقول له الواد اللي نزلني من على الشجره. بيقول لها لا حبيبتي احنا لقيناكي مرميه على الارض. زميلتها بتقول لها بالظبط والحمد لله انك لسه عايشه. وهو كريشنا بيشاور لبهدور وبيقول له قول لهم اني شبح. بيقول له ايه شبح هذا شبح؟ بيقول له عفريت. عفريت اسمه كالي كرم. كومال بيقول له عفريت في عز النهار؟ انت اتجننت لا ولا ايه؟ مفيش الكلام ده. بيقول لها تخاريف منا. بيقول لها بريا هو كان طويل وعريض؟ بتقول له بالظبط. بيقول لهم هو. بيقول له مين؟ بيقول لهم كالي كرم. بريا بتقول لهم انا مش مصدقه الكلام ده. بتقوم بتلاقي رجليها مجزوعه ما بتقدرش تمشي عليها وبيدخلوها الخيمه تريح. يا دوب بيسيبوها من هنا وكريشنا بيخش عليها من الناحيه التانيه. بيمسك رجليها او بيردها على البارد. بتصرخ يقول لها خلاصي بقى انت مفيش حاجه تعرفي تعمليها غير الصراخ. بتغمض عينيها بتفتح بتلاقيه اختفى من المكان. بتصرخ بكل ما اتاها من قوه. بيخش لها جري. بتقول لهم كان معايا هنا. بيقول لها ازاي يا بنتي احنا لسه خارجين حالا. بتقول لهم والله كان هنا كان واقف في الحته دي. ايه ده انا قاعد واقف على رجليا. هو مسك رجليا وفضل يلعب فيها. بهدور بيقول لها هو دكتور كالي كرم. صاحبتها بتقول له انت جنان كمان في العفاريت في دكاتره؟ يقول لها لا هو قبل ما يموت كان دكتور. بريا بتقول لهم انا مش مصدقه انه عفريت. انا هروح ادور عليه بنفسي ومش هرجع الا لما الاقيه. بتروح تدور عليه. بيقول لها رايح على فين؟ بتقول له انا كنت بدور عليه. انت ليه بتعمل كل حاجه وبتختفي؟ الكل بيقول عليك انك عفريت وانا مش مصدقه انك عفريت. انت مش عفريت صح؟ انت مش كالي كرم صح؟ بيفضل بص عليهم مبتسم والعيال بيفضلوا يضحكوا عليها. بتقول لهم بتضحكوا على ايه؟ شنو بيقول لها بتتكلموا
بتتكلمي مع مين يا خالتي؟ بتقول له خالتك مين يا قليل النظر؟ انت مش شايف اللي بتكلم معاه يعني؟ بيقول لها مفيش حد هنا اصلا. بتتجنن اكتر وبتاخد بعضها وبتجري من المكان. كريشنا بيفضل يضحك عليها وبترجع تاني تكمل رحلتها. كمال بيقول لهم النهارده هنطلع على الجبل. بيطلعوا على الجبل. بريا اول واحده بتوصل لنص الجبل وهو بتلاقي كريشنا مستنيها. بيقول لها ازيك يا عسل؟ بتقول له عفريت عفريت. بيقول لها استني يا مجنونه. بتنزل صليتي مليتي لتحت. ما بيحصلهاش اي حاجه لان في حبل ماسكها. وهو كريشنا من الخضه بيتشعلق في الجبل وبياخدها تنطيط قدام الكل. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه وكمال بيجيله انهيار عصبي. بيقول له كان عندك حق يا بهدور. انا ما كنتش مصدق ان في حاجه اسمها عفاريت اصلا. احنا لازم كلنا نمشي من هنا. بهدور بيروح لكريشنا وبيقول له ايه اللي انت هببته ده؟ بيقول له كنت عايز اعمل ايه؟ البت بمجرد ما شافتني صرخت. بيقول له ما هو المشكله دلوقتي كلهم خايفين وهيمشوا من المكان. الله يحرقك قطعت لقمه عيشي. بيقول له لا يا معلم انت هتروح تقول لها الكلمتين اللي هقولهم لك دول. وفعلا بياخد الكلمتين وبيروح لبريا. بتقول له انت اتجننت؟ بيقول لها مفيش حل تاني. بكره الصبح هيبدا يندى على حبيبته شامبا وهو عنده كده قناعات انك انت شامبا. ان ما خرجتلهوش هيجي هنا ويخلص عليكي. وفعلا تاني يوم بيقول شامبا. بتصحى مخضوضه بتبص قدامها بتلاقي الرسمه دي وبيقول لها شمال. بتروح مع كل رسمه رسمها لها لحد ما بيظهر قدامها. بتقول له ما تقربش مني انا نفذت طلبك اهو وجيت لك لحد عندك. بيقول لها ما تخافيش انا عايز نبقى اصحاب. بتقول له اصحاب ودي هنعملها ازاي؟ عموما يا عم ماشي احنا اصحاب. بيقول لها ما تخافيش انا بشر زيك ولو مش مصدقاني الميس ايدي اهو يا ستي. بتضربه على ايده. بتقول له انا اسفه. بيقول لها صدقتي اهو دمي احمر اهو. بتقول له طيب ازاي طلعت على الشجره وازاي بتتنطط على الجبال بالسرعه دي؟ بيقول لها طول حياتي بعمل كده. ممكن اكون اتعودت انا طول عمري وسط القرود والحيوانات. ممكن اكون اتعلمت منهم كل ده. حتى بصي بتبص على شكل العصافير هو بتكون في منتهى السعادة. بتقول له انت معجزة. بيقول لها امال لو شفتي قلبي بينور في الضلمة. بتاخده على زميلها وكمال بيقول له يا كريشنا طلعت عينينا يا جدع. صم بيروح يعمل معاهم عرض وبيخرج لهم سمك بايديه من المية. محدش بيكون مصدق اللي بيحصل قدامه وكريشنا بالنسبة له الكذب ده ولا حاجة. بيلعبوا شد الحبل كلهم بيشدوا في ناحية وبطولوا بيشد الناحية التانية وهي شدة بالشمال بيوقعهم كلهم وبيريا الوحيدة اللي بتروح في حضنه. كريشنا بياخد بيريا على الشجرة دي بيجيب لها ورد. بتشوف المنظر ده بتفتح الكاميرا وبتقوم تصور. بتقول له بالانجليزي بجد المنظر ده حلو قوي رغم ان فيه تل بس دافي رغم انه غيم بس صافي شكله حلو قوي. بيقول لها برضه بالانجليزي يس things for I don't have to trace. بتقول له كريشنا انت اتعلمت انجليزي فين؟ بيقول لها في ايزي جدتي كانت بتعلمني الانجليزي. بتقول له حرام عليك تضيع موهبتك هنا. انت اكتشاف اجمد من الكشاف لازم العالم كله يعرفه. بيقول لها جدتي ما اقدرش اسيبها لوحدها. بتقول له روح وتعالى عليها. بيقول لها ما اقدرش استغنى عنها. بتقول له خلاص هاتها معانا. بيقول لها مش هترضى تيجي. بتقول له طيب انا عايز اقابلها. بياخدها بالحمار على هناك. بيقول لها جدتي دي بريا. بتقول له جت هنا قبل كده. هو انت ليه يا بنتي ساعتها خدتيها جري من هنا؟ بتقول لها لان ابنك عامل نفسه عفريت. بتقول له عفريت. بيخش على جوه وبيفضلوا يحكوا لها كل اللي حصل. كريشنا بيخلص اكل وبيروح يغسل ايديه. جدته بتحس بيه وبتقول لبريا هو انت منين يا بنتي؟ بتقول لها انا عايشه في سنغافوره. بتروح تغسل ايديها. كريشنا بيقول لها شيل البتاعه دي. بتقول له هنا؟ بيقول لها لا. بتقول له طيب هنا؟ بيقول لها لا. بتقول له شيلها انت. بيشيل وجدته بتعرف ان الزميل وقع في حب الليل. واخيرا يا صديقي رحله بريا بتنتهي. كريشنا بيروح يودعهم وبريا بتقول له اجمل فتره في حياتي عشتها معاك هنا يا كريشنا. انا مستحيل انساها وانساك. بيفضل سرحان معاها وناسي ايديها في ايديه. صاحبتها بتقول لها انجزي. بتقول له خلاص يا كريشنا انا همشي. بيقول لها ماشي. بتقول له طيب ايدي يا كريشنا. بيقول لها لا مو سوري. بتسيبه وتمشي وبتاخد قلبه معاها. بيفضل يشاور لهم وكل ما بيوصلوا مكان بيلاقوه قدامهم بيشاور لهم لحد ما بيخرجوا من الغابه خالص. دموع بتنزل من عينيه ونفسه بتصعب عليه. بريا بتوصل هي وصاحبتها. بيروحوا رئيسة محطه التلفزيون اللي شغالين فيها. بتقول لهم اهلا بالفشله. زميلتها بتقول لها لا الرحله دي بالذات احنا مش فشله خالص. احنا جبنا لك واحد بيطلع على الجبال وبيصطاد سمك من الميه بايديه. الواد بجد معجزه موهبه لو جبناها هنا وصورت معاها كام فيديو هيطلعوكي ترند ابدي. بتقول لها دي كدبه جديده من كدبكوا صح؟ بتقول لها لا المره دي احنا بنتكلم جد. بتقول لها هاتي ونشوف. بيرجعوا البيت. بريا بتقول لها انت اتجننتي وانا هجيب كريشنا هنا ازاي؟ مستحيل يرضى يسيب المكان اللي عايش فيه. بتقول لها وانا لقيت حل تاني يعني وما قلتوش؟ كنت لازم اتصرف علشان انقذ لقمه عيشنا. وبعدين انت عارفه انك لو كلمتيها هيجي طيران على هنا. الواد عينيه فاتحاه جايب فيكي دوبان. بتقول لها اف دي بالذات مستحيل يجي. بتقول لها لا هيجي احنا هنشهره وهيكسب كتير واحنا هنكسب كتير والزهر هيلعب معانا. بتقول لها حاول. وفعلا بتتصل بيها على تليفون المنطقه اللي ساكن فيها وزميلتها الشيطانه بتكون مديها ورقه كاتبه لها فيها الكلام اللي هتقوله لكريشنا. كريشنا بيقول لها بريا ازيك؟ بتقول له كويسه بس الدنيا وحشه قوي من غيرك. بيقول لها وانا كمان. بتقول له انا مش قادره انام. بيقول لها وانا كمان. بتقول له طيب انا عايزه اشوفك. بيقول لها وانا كمان. بتقول له صاحبتها كل حاجه بيقول لي وانا كمان اعمل ايه؟ بتقول لها قولي كل اللي في الورقه. بيقول لها بريا سكت ليه؟ بتقول له لان الطلب اللي هطلبه منك تقيل على لساني. بيقول لها قولي. بتقول له تقدر تيجي هنا تقابل امي؟ بيقول لها ليه؟ بتقول له لانها قالت لي انها هتجوزني واحد تاني. بيقول لها مستحيل
مستحيل ده يحصل، انا جاي لك يا باريا. بتقول له مستنياه. بيقفل معاها ومن كتر الفرحه بيغني. بيخلص وبيروح لجدته بياخدها بالحضن. بتقول له في ايه يا مالك؟ بيقول لها باريا كلمتني. بتقول له هي كويسه؟ بيقول لها كويسه. انا اول مره يا جدتي هقول لك الكلام ده، انا بحبها وهي طلعت بتحبني، ومن يوم ما سابتني ومشيت وانا عايش في عذاب. انا هروح اتقدم لها ونتجوز ونيجي يا جدتي. مش هينفع ما اروحش لان امها هتجوزها لواحد تاني، وانا قلت لها هجيلك قبل ما ده يحصل. بتنصدم وبتسيبه وبتخش جوه. بيخش وراها بيقول لها ايه يا جدتي؟ بتقول له انت مش قلت لها انك جاي؟ ليه جاي تاخد رايي؟ بيقول لها انت مش حابه باريا؟ بتقول له حبيتها، بنت ناس ومحترمه، انا رافضه انك تمشي من هنا. لو هي بتحبك بجد خليها تيجي وتتجوزوا هنا. بيقول له ليه ما اروحلهاش؟ انا من صغر سني وانت بتقولي لي اروح هنا وما اروحش هنا. ما تروحش بعيد يا كريشنا وما اروحش. كبرت شويه ما تروحش مع زمايلك، ما تمشيش من هنا. انا نفسي اعرف انت ليه بتعملي كل ده؟ ليه محسساني اني مسجون؟ بتقول له تفتكر انك كبرت كفايه علشان اقول لك ليه؟ بيقول لها انت لازم تقولي لي النهارده يا جدتي. ليه حبساني؟ ليه مش عايزه تبعديني عن هنا؟ بتقول له لاني مش عايزه اخسرك يا ابني. بيقول لها مش عايزه تخسريني، هتخليني جنبك الباقي من عمري وعمرك؟ عايزاني مصاحب الحيوانات والاشجار والعيال اللي في الشارع؟ ليه يا جدتي؟ ليه حاكمه عليا بالسجن؟ انا بني ادم وليا طموح واحلام، واكيد عندي هوايه عايزه اكتشفها. بتسيبه وبتخش جوه. بيقول لها انت انانيه، ما بتحبيش الا نفسك. لو ابويا وامي كانوا عايشين كانوا هيحسوا بيا، كانوا فهموا كلامي، كانوا هيسيبوني براحتي يا جدتي. هو بيسيبها ويمشي يا صديقي. بتفضل تعيط، وعلى بالليل بتخرج بره بتلاقيه قاعد لوحده. بتقعد جنبه وهو بتقول له شايف النجوم دي يا كريشنا؟ تقدر تعدهم؟ اهو خوفي من الحاجات اللي ممكن تحصل لك في المدينه اكتر من النجوم دي بكتير. زمان جدك كان عالم فضاء، عملنا حادثه انا وهو، وابوك ساعتها كان في بطني، خد خبطه وما اتولد، ما كانش طبيعي خالص، سنه مش مناسب لعقله، عنده 20 سنه، عقله زي طفل عنده 10 سنين. وفي يوم من الايام لقيت في جهاز جدك سفينه الفضاء نزلت، وفضل واحد منهم اداله قوه غيرت حياته 180 درجه. مشي الفضائي ورجع العالم بتاعه، وفضلت القوه مع ابوه. هو دي كان اذكى واقوى بشر على وجه الارض، اخترع اختراعات مفيش انسان يعرف يخترعها، اتجوز امك وبقى اشهر راجل في العالم، حقق انجازات بالكون، وخد ميداليات وكرم واتكرع كتير قوي من البلد. وبعد سنه بالظبط بقى صاحب شركه تكنولوجيا كبيره. وفي يوم من الايام العالم الكبير اريا راح له الشركه، بيقول له ازيك يا راهب؟ بيقول له تمام يا فندم، انا مش مصدق نفسي انك انت واقف قدامي. بيقول له طيب خد الهديه دي، الكتاب الجديد بتاعي. بيبص عليه بيقول له قريته خلاص. بيقول له مستحيل، كتاب تقراه في دقيقه؟ بيقول له معلش اتاخرت شويه، بس في كام غلطه كده في صفحه 123 وصفحه 230 وصفحه 470. بيقول له مستحيل، بس انا نسيت انا بتكلم مع مين. ماشي يا عم هبقى اعدلهم. بيقول له بصراحه انا مبسوط قوي، ازاي اكبر عالم تكنولوجيا واقف قدامي؟ بيقول له انا يا عم خلاص راحت عليا، وانت بقيت رقم واحد في المجال، ولذلك انا جيت لك وعايزك تحط ايدي في ايدك وتعمل لي مشروع جبار. بيقول له مشروع ايه؟ بيقول له تعالى معايا. بينزلوا تحت. بيقول له مستحيل، يعني انت عايزني اعمل لك جهاز يشوف المستقبل؟ دي تبقى كارثه. بيقول له لا، ده هيبقى انجاز كبير محدش عمله ولا هيعمله في المستقبل، وبالجهاز ده احنا هنمنع الكوارث قبل ما تحصل وهنفيد العالم بيه. بيقول له فكره، احنا ممكن نوقف حروب كتير ممكن تحصل. بيقول له ناخد احتياطاتنا من اي خطر ممكن يقابلنا. بيقول له بالظبط، وانا عليا المعدات والجهاز هيبقى بتاعي وبتاعك. سونيا بتقول لي كريشنا فضل ابوك شغال سنين على الجهاز وقدر يعمل المستحيل، صنع الجهاز اللي بيشوف المستقبل. وفي اليوم اللي انت هتتولد فيه انا اتصلت بابوه. بتقول له ايوه يا ابني، لا ما تقلقش عليها، انا جبت سونيا على المستشفى. مبروك يا ابني، هتبقى اب شد حيلك علشان تيجي وتشوفه. بيقول لها انا جاي ياما. بتقول له مال صوتك يا راهب؟ بيقول لها ابن الهرمه ده استغلني ياما، العالم ده ما فيهوش امان ياما، بس ما تخافيش انا راجع. بيقفل معاها. بتقول له من ساعتها يا كريشنا ابوك ما رجعش، وبعد ما كلمنا بنص ساعه جاني تليفون وقالوا لي ابوك مات في المعمل. امك بعد ما خلفتك ما استحملتش خبر وفاه ابوه ومات هي كمان، وانت صغير كان باين عليك قوتك واختلافك عن باقي البشر، عرفت انك ورثت قوه ابوه، خفت عليك وخفت اللي حصل مع ابوك يحصل معاك، والاندال دول يستغلوك وياخدوك لصالحهم، ولذلك خدتك بعيد ومشيت، خسرت جدك وابوك وامك، مش عايز اخسرك انت كمان، انت الحاجه الوحيده اللي فضلالي يا كريشنا. تعبت يا ابني، قلبي كل ما بيحب حد بيخسره، مش عايز اخسرك انت كمان يا كريشنا، المره دي هروح فيها يا ابني، وعندك حق انا انانيه وبحب نفسي، بحب نفسي قوي يا كريشنا. وبتسيبه وتمشي. كريشنا بيفضل طول الليل سهران مش عارف يتصرف ازاي، بيخش جوه هو بيكون شال موضوع السفر ده من دماغه، وهو جدته بتقول له حلو قوي عليك اللبس ده. بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له مقاسك نفس مقاس ابوه، ما ينفعش تسافر سنغافور باللبس ده. بيقول لها بس يا جدتي. بتقول له مفيش بس، روح هات بريا وتعالى. بيفرح قوي وبيخش وراها جوه. بتقول له خلي بالك وهي بتظهر قوتك لاي حد، اسمع ما تتكلمش، واللي يجي على مزاجك وتحس انه صح اعمله، واللي يشتمك سيبه وامشي، ما تحاولش تلفت انتباه اي حد ليه. بيقول لها ما تخافيش يا جدتي، وعدي مني ما حدش هيعرف قوتي. بتاخده بالحضن والاتنين بيكونوا
بيكونوا في منتهى السعاده. في الوقت ده برضه اريا ابن الهرمه بيروح على سندفوره وبيكون معاه الحارس الشخصي بتاعه سينها. بينزلوا من الطياره بيخش على المعمل بتاعه بيسلم على الدكتور بيقول له ها لسه؟ بيقول له خلاص يا فندم احنا قريبين قوي من انجاز الجهاز. بيقول له يا راجل ضروري تخترع الجهاز في سنتين، انت بقالك زمن بتصلح فيه مش اكتر. بيقول له يا فندم انا حاليا افضل حد في المجال وانت عارف ده كويس، بس رويد كان في حته تانيه خالص. بيقول له ما هو ده اللي مزعلني بجد، كان نفعني قوي. بيخش على الجهاز بيقول اخيرا وبعد طول انتظار حلم حياتي كلها كام يوم ويشتغل قدامي جهاز المستقبل. بيقول له ان محدش يعرف المستقبل غير ربنا وهو كذلك. يا ابن الهرمه سامحنا يا صديقي، انا مش هقدر اقول الكلام اللي هيقوله ابن الهرمه ده، كله الحاد وكفر، بس كل كلامه انه هيشوف المستقبل والناس هتعبده، ما يعرفش انه حضر في المكان اللي هيفرتكه. كريشنا بيخرج من المطار بشنطته، البلطجي بيقول لزميله راح عليه باين عليه عيل اهطل. بيروحوا عليه بيشدوا الشنطه من ايد كريشنا بيثبت فيها، بيجيبوهم هما الاتنين على الارض. بيروح علشان يعتذر لهم، بيخافوا منه وبياخدوها جري من المكان. اريا بتحضر بتقول له كريشنا شكلك حلو قوي في الهدوم دي. بيقول لها والله دي اقل حاجه عندي في الدولاب، المهم فين امك؟ خليني اكلمها واخدك وامشي. بتقول له امي؟ صاحبتها بتقول له دي سافرت على هونج كونج. بيقول لها هترجع امتى؟ بتقول له بعد 15 يوم. يلا تعالى بينا على الفندق. بياخدوها على الفندق، بتقول له خلي التليفون ده معاه. مامتها بتتصل بيها بتقول لها انت فين؟ بتقول لها اقفلي يا ماما شويه كده وهكلمك. كريشنا بيقول لها دي امك؟ اديها اكلمها. بتقول له لا دي كانت عمتي مش امي. صاحبتها بتقول له يلا يا كريشنا لو احتجت حاجه هنتصل بيه. بيسيبوه ويمشوا. بيركبوا الاسانسير وبريا بتقول لها ده انت جحده. بتقول لها انا؟ بتقول لها انت ما شفتيش شكله بريء ازاي؟ بتقول لها يا حبيبتي اللي يصعب عليكي يفقرك، احنا بنعمل كده علشان مصلحته ومصلحتنا. الاسانسير بيفتح بيلاقوه قدامهم يا صديقي، بينصدموا. وصاحبتها بتقول له انت ازاي نزلت بالسرعه دي من الدور ال20 على رجليك؟ بيقول لها انا مستنيكم من بدري من هنا اصلا. بريا انا عايزك في موضوع. صاحبتها بتسيبهم، بيقول لها غمضي عينيكي. بتغمض، بيقول لها فتحي. بتفتح، بيقول لها تتجوزيني. بيديها الخاتم وصاحبتها بتقول لها الله يا عمو. بريا بتاخد الخاتم وبتقول له شكله حلو. بيقول لها حلو قوي. بتسيبه وتمشي وهو بيخرج يتمشى بره. بيلاقي كريسلي بيقدم عرض واخته الصغيره بتكون من ذو الاحتياجات وبتلم اللي فيه نصيب من الناس. بتوصل عند كريشنا بيقول لها انا مش معايا فلوس. بتسيبه وبتكمل وكريسلي بياخد العصايه دي وبيكمل بيها العرض، وهو العصايه بتتكسر بتجيبه على الارض. اخته بتروح جري عليه والناس كلها بتمشي من المكان. كريشنا بيبص عليهم وبيروح يسحب السيف ده وبيبدا يقدم عرض يهز الارض يرقصها، وكل ده بطريقه كريشنا الخاصه. بيلم ناس بالكوم عليه وبيعمل عرض مختار كوكلي بنفسه يشهد بيه، يمشي بالعصايه ويمشي بايديه. في العرض الواد كريشنا الكداب مفيش قديه. بيخلص وبيروح يلم فلوس من الناس، بيجمع قرشين حلوين وبيديهم لاخت كريسلي. بتقول له شكرا، بيقول لها يو ار ويلكم. بيقوم لكريسلي بيقول له انا اسمي كريسلي جون كريسلي تشوفرين على الصمان جنبلي. بيقول له ده عنوانك؟ بيقول له لا اسمي اختصارته كريسلي. بيقول له كده يحلو الكلام يا اصلي، انا اسمي كريشنا. بيقول له كريشنا انت من الهند؟ بيقول له من الهند. بيقول له طيب انا شغال في سيرك مومباي النهارده بالليل هنعمل عرض لازم تيجي وتشوفه. بيسيبه ويمشي وبريا بتاخده معاها على الشاغل. بتقول قدام الكاميرا كلنا عارفين ان القرود عندها قدرات خاصه، بينطنطوا على الشجر وبيتشعلقوا على الشجر، وده مفيش اي بشر يقدر يعمله الا كريشنا. كريشنا بياخدها على جنب وبيقول له احنا ما اتفقناش على كده. بتقول له يا عم انت مش تعمل اي حاجه اكتر من اللي كنت بتعمله قدامنا في الغابه. بيقول لها طب ولنفترض خسرته قدام القرد؟ بتقول له هتجوز القرد. بيقول لها ماشي. وفعلا بيبداوا تصوير، القرد بيقف قدام شجره وكريشنا بيقف قدام الشجره الثانيه. كريشنا بيبص للقرد والقرد بيبص عليه وبيفهم لغه عيونه. المخرج بيقول اكشن. القرد بيروح لكريشنا وبياخده بالحضن، بيبوظ العرض ده بياخده في قلب البحر. المخرج بيقول اكشن. كريشنا بيغطس ايديه بيجيب فردة كاوتش من الميه. المخرج بيقول فين السما؟ بريا وصاحبتها بيتجننوا وكريشنا بيغطس ايديه تاني بيطلع بالشورت ده. العرض التاني بيبوظ وبريا بتاخده تتمشى بيه. بتقول له خلاص انا مش هتجوزها. بيقول لها وانا ذنبي ايه؟ القرد هو اللي جه خدني بالحضن. بتقول له طيب والسما؟ بيقول لها السمك بتاع الميه دي اسرع بكتير من السمك اللي عندنا في الهند. بتقول له انت بتستلوى. طيب لو دلوقتي امي قالت لك انت شغال ايه هتقول لها ايه؟ بيقول لها هقول لها اني بحبك. بتقول له ايه كمان؟ بيقول لها هحقق لك كل احلامك. بتقول له ايه كمان؟ بيقول لها مش هخلي الضحكه تسيب وشك. وايه كمان؟ هكون معاكي ليل نهار. وايه كمان؟ انت تحلمي وانا احقق كل احلامك. وايه كمان؟ وقت البرد هكون الدفا، وقت المطر هكون الغطا. وهو بيكون خلاص هتقع ولكن بيمسك ايديها. هو بيقول لها وقت الخطر هكون حماكي، ووقت مشاكلك هكون الحل. اتمنى امك توافق. دي لو موافقتش بعد الشعر اللي انا قلته ده يا صديقي انا هسافر لها الهند مخصوص. المهم بتاخده وبيروح على سيرك كريسلي، وكريشنا طبعا ما
يتوصاش في الراس. مره واحده حماده وهو بيطلع نار من بقه بتيجي تفه على جنب بتضرب في بريا، بيغمى عليها وكريشنا بياخدها جري لبره. الناس كلها بتخرج من المكان وكريشنا بيبص وراه ما بيسمعش غير الناس اللي بيقول بنتي واللي بيقول ابني، وكريشنا واقف متكتف خايف يساعدهم. السيرك جوه بيولع، بيبص حواليه بيحاول يجمع اي حل، بيلاقي القناع المكسور ده قدامه، بيقلع الجاكيت بيقلبه وبيلبسه تاني، بياخد القناع ده من جنب بريا وهو بيخش جري على جوه، بيمسك اول بنت بيرميها بره السر، بيبص يمين وشمال بيلاقي حبه حلوين ملمومين على بعض، بيروح جري عليهم بيشبطوا فيه وهي نطه بيبقى بره بيهم. اللي بعديهم كل اللي معاه كاميرا ما يتوصاش، ابوس بيقول له ابني فين ابوس ايديه، ابني ما جاش مع العيال دي. المكان بيكون خلاص كله نار، ولكن كريشنا بيكون قلبه ولا قلبه مختار، بيخش جوه القلب من النار وهو بيفضل يدور على الواد، بيسمع صوته بيروح جري عليه، بيقول له تعالى يا حبيبي، بيقول له لا انا خايف، بيقول له ما تخافش، بيقول له طيب انت مين، بيقول له انا كريش، بياخد الواد في عبه وبيطلع بيه طيران لبره، بيلاقي بريا في وشه، بيديها الواد بتمد ايديها على وشه عشان تشيل القناع ولكن بيبعد عنها، بيجي لها الناحيه التانيه بيقول لها بريا انت كويسه، بتنصدم لانها بتكون فاكره ان الشخص ده هو كريشنا. تاني يوم الاعلام بيخرب الدنيا والكل مستني على نار يعرف مين البطل الفولاذي اللي انقذ الناس والاطفال من النار. المذيعه بتقول البطل ده لحد دلوقتي ما نعرفش شكله الا بالقناع، ولكن اخر طفل انقذه موجود معانا دلوقتي، والبطل الكبير بتاعنا قال له على اسمه ايه يا حبيبي، بيقول لها قال لي ان اسمه كراش. المذيعه بتقول رئيس الوزراء مطلع مكافاه $250,000، وطبعا اللي هيكون معاه القناع هو اللي هيكون كراش وهيستلم المكافاه بنفسه. في الوقت ده رئيسة المحطه بتقول للي شغالين معاها كراش يا دي كراش، مين هو كراش؟ بريا ما بتكونش مركزه معاها لان عندها شك بنسبه 90% ان كراش هو كريشنا. الاجتماع بيخلص ورئيستهم بتقول لهم حبيبتي انت وهي على فين يا عمري، انتوا مطرودين من الشركه بكريشنا الخرفان بتاعكم. بتقول لها بس بتقول لها بره، بيسيبوها ويمشوا. بريا بتقول لصاحبتها انا عندي احساس كبير ان كريش هو كريشنا. بتقول لها طيب وليه ما قلتيش للرئيسه؟ بتقول لها لازم نتاكد الاول. بتقول لها وهنتاكد ازاي؟ بتقول لها انا عندي فكره جباره، هاجر له بلطجيه. وفعلا تاني يوم بتكون ماشيه مع كريشنا والبلطجيه دول بيعدوا قدامها، بريا بتغمز لهم بيلفوا حواليها بالمكان بيفضلوا يحفلوا عليها. بريا بتقول للراجل بتاع الكاميرا صور، اول واحد من البلطجيه بيلمسها كريش بيجيبه على الارض، الاتنين بيهجموا عليه بيصدوا كل ضرباتهم، واحد منهم بيخش عليه بالمكنه بينط لفوق، بيشوف الكاميرا وهي بتصور فيه، بيرمي نفسه على ظهره على الارض، واولاد الهمه كلهم بينزلوا تكسير في عظمه، ما بيرضاش يعمل معاهم اي حاجه، وبريا ما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل. وهو البلطجي اللي بتكون مأجراه بريا بيتصل بيها بيقول لها انت فين يا ست الناس، انا 10 دقايق بالظبط وجاي. بتنصدم وبتقول له امال مين البلطجيه دول بلطجيه بجد بقى. بتروح تشيل عن كريشنا، ابن الهرمه ده بيضمها وبياخد الخاتم بتاعها، بيسيبوهم ويمشوا. بتقول لكريشنا انا اسفه، بيقول لها ما حصلش حاجه. بتقول له انا كنت فاكره انك انت كراش، اجرت بلطجيه علشان اصورك، بس البلطجيه دول حقيقيين مش هم اللي انا مأجراهم، بس انت ليه ما ضربتهمش، ليه سبتهم يضربوه؟ بيقول لها علشان اشوف اللهفه اللي شايفها في عينيكي دلوقتي وهو ده اللي حصل وصعبت عليكي. بيبص في ايديها بيقول لها فين الخاتم بتاعي؟ بتقول له البلطجيه خدوه. وفعلا ابن الهرمه ده بالليل بيلعب بالخاتم، واحد منهم بيروح يعمل بيبي وهي واحده منه بينهيه. من مين يا صديقي؟ وحش العريس اسد السنين كراش. شروش اللي فيهم بيقول له انت مين يالا وايه اللي انت لابسه ده؟ صاحبه بيقول له الواد ده الراجل المقنع. بيقول له مقنع؟ بيفضل يلعب بالخاتم. كراش كل تركيزه بيكون على الخاتم بيقول له هاته، بيقول له عايزه اديهوله يا رجاله. بيروحوا جري عليه بالمكان بيهزوه واللي بيقرب منه بيغزه، بيدمر حماد عزه واللي يقرب تاني هعزه. هرجع عليه بينزل شلفت فيهم وبناره لاقي ده في قلبه بيدفيهم. بياخد المكنه دي من حماده، بيلاقي الباقي منهم جايين عليه بالمكان. بص الواقعيه في المشهد يا صديقي، بيرمي المكن عليهم ترن عيرن شرن بيطفيهم. بيقول لكبيرهم هات الخاتم، بيقول له انا اسف يا سيد الناس، بيديله الخاتم وبياخدوا بعضهم وبيجروا من المكان. كريسلي بالصدفه بيكون معدي وكريش بيقلع القناع بتاعه، وهو كريسلي بيخش عليه وبيقول له صاحبي كريشنا هو كريش، انا هقول لاختي، انا هقول للناس كلها، انا هفضحك يا اسطى. بيقول له لا يا كريس ما تقولش لحد. بيقول له ليه؟ انت هتاخد مبلغ محترم من رئيس الوزراء، ده غير الشهره، انت هتعدي الفقر يا اسطى. بيقول له لا انا مش عايز حاجه، خد انت القناع. اللي بيسعى علشان ياكل اخته المريضه ويصرف عليها هو ده البطل الحقيقي. خد القناع وروح خد انت الجايزه. وفعلا يا صديقي بيروح ياخد الجايزه والكاميرا بتجيب كريشنا. مين بيشوفه؟ اللي بيدور عليه سينها اللي شغال مع مين؟ مع اريا يا صديقي. بينصدم وبريا بتقول لكريشنا عمري ما كنت اتخيل ان كريسلي هو كراش مع انه كان في السيرك معانا، ازاي ما خدتش بالي؟ بيقول لها غمضي عينيكي. بتغمض عينيها بيديها الخاتم. بتقول له انت رجعته ازاي؟ بيقول لها صاحبي كريش هو اللي رجعهولي. بتفضل تشاور لكريسلي. كريشنا بيقول له قول لها شكرا على واجب. بريا بتفضل تقول له شكرا، بيقول لها شكرا على واجب يا ست الناس، دي حاجات بسيطه. بيلبسها الخاتم وبيقضوا اجمل ايام حياتهم سوا. بريا بتحبه بجد من قلبها، وحتى وهي في البيت بتتفرج على كل فيديوهاتهم سوا. وهو صاحبتها بتخش
بتخش عليها بتقول لها ايه يا بنتي انت خلاص دماغك اتشالت من الشغل وبقت مع كريشنا؟ بتقول لها ايوه يعني عايزاني اعمل ايه؟ بتقلب في الفيديوهات وبالصدفه بيجي الفيديو اللي بيريا كانت بتصور فيه في السيرك وهما الاتنين بيشوفوا الانفجار. بيلفت انتباهها لحظه ما كريشنا كان معاها وفجاه سابها وماشي. بتقول لصاحبتها رجعي الحته دي تاني بترجعها على البطيء. هو بيشوفوا كريشنا وهو بياخد القناع وبيلبسه. الاتنين بيكونوا في منتهى الصدمه وبريا بتقول لها كريشنا هو كراش. بيلبسوا هدومهم وبيطلعوا جري لبره. امها بتقول لها على فين يا بنت منك ليها؟ بتقول لها رايحين على الشغل. وفعلا بيمشوا وكريشنا بيتصل بباريا. مامتها بترد عليه بيقول لها ايه يا باريا؟ بتقول له لا يا ابني انا امها. باريا نسيت تليفونها وخرجت بره. بيقول لها بجد انت رجعتي امتى من هونج كونج؟ بتقول له كونج مين يا ابني؟ انا عمري ما رحت هناك اصلا. انت مين بقى؟ بيقول لها كريشنا. بتقول له كريشنا مين؟ بيقول لها مش باريا قالت لك كل حاجه بينا؟ بتقول له لا والله يا ابني باريا ما كلمتنيش عن حد اسمه كريشنا خالص. الدنيا بتلف بيه من الصدمه. بيقول لها انت متاكده انك انت ام باريا؟ بتقول له اكيد يا ابني. بيقول لها طيب هي فين؟ بتقول له راحت على شغلها. وفعلا صاحبتها بتقول لها واخيرا هنعدي الفقر وكريشنا هيبقى اشهر راجل في العالم. باريا بتقول لها بس لازم اقول له الحقيقه. بتقول لها يا بنتي انت اصلا ضحكتي عليه وجبتيه هنا بحجه انك انت هتتجوزيه بس اما يتشهر مش هيفكر فيكي اصلا. وكريشنا بيكون سامع كل اللي بيتقال عن صاحبه الاندال. ولا انت مش معايا يا منال؟ كريشنا بيكون في منتهى الصدمه وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. باريا بتقول لصاحبتها بس لا يا شيخه انا حبيته بجد مش هزار. حبيته وما كنتش اعرف اني بحبه الا لما قضيت معاه ايام حلوه هنا. كريشنا صديقي بيلم حاجته هو بيكون خلاص ماشي وهو باريا بتاخده حضن خلفي. هو بتقول له مش عيب عليك يا معلم ازاي ما تقوليش انك انت كراش؟ ليه كدبت عليا؟ في حد يكتب على مراته المستقبليه؟ بيقول لها انا عمري ما ضحكت على حد يا باريا. جدتي كانت حبساني وكانت خايفه عليا لما الناس تضحك عليا وتغشني زي ما حصل مع ابنها بالظبط. ما كنتش مقتنع بكلامها بس اما عرفتك اقتنعت. بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها ليه كدبت عليا؟ ليه قلت انك بتحبيني وانا صدقت كدبتك واتعاملت معاها على اساس انها حقيقيه؟ جبتني ليه على وشي علشان اتقدم لك وانت كل همك تلعبي بيا؟ ايوه يا باريا انا كلمت امك وعرفت كل حاجه منها. بتقول له استنى انا اسفه انا كدبت عليك في الاول بس دلوقتي صدقني بحبك بجد. بيقول لها كفايه بقى انت ما بتزهقيش انا زهقت الظاهر ان ده اسلوب حياتك. بتقول له اقسم لك انا كدبت عليك علشان مصلحتك عايز الكل يعرف ويسمع عنك. انت موهبه حرام تدفن نفسك. بيقول لها ما هو ده بالظبط اللي انا مش عايزه يحصل معايا. لو كنت عايز الشهره كنت عملت اللي انا عايزه في التصوير في البرنامج بتاعي. ما كنتش لبستك مع يوم الحريم بس انا وعدت جدتي ان ما حدش هيعرف عني اي حاجه. ما حدش هيعرف حاجه عن قوتي بس جدتي كانت على حق. الناس هنا بيستخدموا بعض علشان مصالحهم الشخصيه. بتقول له لا جدتك انانيه ليه مش عايزه الكل يعرفها؟ بيقول لها عايزه تعرف السبب؟ انا هحكي لك. بيحكي لها القصه من طقطقه لسانه عليكم. بيكمل وبيقول لها رغم كل اللي حصل مع ابويا وجدتي جدتي سابتني اجي علشان اخدك معايا علشان بحبك. مش عارف لما ارجع هقول لها ايه. هو بيسيبها ويمشي. باريا بتتصل بصاحبتها هو بتقول لها وقفي عرض شريط فيديو كريشنا بسرعه. بتقول لها ليه؟ بتقول لها مفيش وقت اشرح لك وقفي العرض حالا. بتقول لها بس الشريط مع الرئيسه. بتقول لها وفين الرئيسه؟ بتقول لها في اجتماع للدكتور اريا. واريا بيقول كلمته وباريا بتحضر في المكان. بتكون داخله علشان تاخد من رئيستها الشريط ولكن حارس اريا بيقول لها على فين يا عسل؟ بتقول له بص ايديك انا لازم اخش حالا. سينها بيفتكر ان دي نفس البنت اللي شافها مع كريشنا وكريشنا بيكون في المطر وخلاص ماشي. باريا بتقول له كريشنا استنى. بيقول لها عايزه حاجه؟ بتقول له اه في حد معايا عايزك ضروري. هو سينها يا صديقي. بيقول له انت مين؟ بيقول له سينها. بيقول له عايز ايه؟ بيقول له مش عايزك تمشي دلوقتي. بيقول له ايه السبب؟ بيقول له لانك مش هتمشي لوحدك. بيبص على باريا هو بيسيبه ويمشي. بيقول له استنى يا كريشنا ابوك روهيت لسه عايش. في انصدام هو بيرجع معاها على السكن. بيقول له دي صوري انا وابوه كنا احنا الاثنين شغالين مع اريا طبعا طلب من ابوك يعمل له جهاز يشوف المستقبل. ابوك كان فولاذي مفيش حاجه تقدر تغلبه وقبل ما يسلم الجهاز بيوم لاريا رحت له هناك المعمل. بيقول له يا معلم لسه شغال لحد دلوقتي؟ بيقول له مراتي هتولد لازم اخلص الجهاز ده علشان بكره اسلمه لاريا وارجع لعيلتي وحشوني قوي يا اخي. بيقول له يعني بجد ممكن نشوف المستقبل بالجهاز ده؟ بيقول له انا خلاص خلصت الجهاز تعال نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل في المستقبل. بيدوس على شاشه نورس فريز وبيقول له كده الجهاز هيحتاج بصمه عيني ونبضات قلبي علشان يفتح. وفعلا الجهاز بيطلب بصمه العين بيديها له. بيطلب بصمه القلب برضه بيديها له. انا عندي صديقي تليفوني ما بيفتحش غير ببصمه قلبي. المهم يا قلب الجهاز بيفتح وبيكتب مرحبا بك في المستقبل. روهيت بيقول له دي تركايه كده ما حدش يعرفها غيرك. الجهاز ما بيشتغلش غير ببصمه عيني وبصمه قلبي يعني الجهاز مستحيل يفتح مع اي حد غيري. بيقول له طب ولما تروح على الهند ازاي اري هيستخدم الجهاز؟ بيقول له هبقى اغيرهم او هبقى اعمل له نسخه يقدر يخش براحته. ايه رايك؟ عايز تشوف مستقبلك؟ بيقول له لا يا معلم خش انت الاول. هو انت بتقول ان مراتك هتولد ما تورينا هتجيب ولد ولا بنت؟ بيقول له خلصانه. وفعلا بيحط ايديها على الجهاز بيلاقي امه قدامه وبتقول لي نيشا شوفي يا حبيبتي ولد زي القمر شبه روهيت وهو صغير بالظبط. بيقول له مبروك يا معلم مراتك هتجيب ولد. ولكن بيلاقي امه بالجهاز بتقول ازاي؟ لا مستحيل يكون مات. روهيت ابني لسه مكلمنا من شويه ازاي مات؟
راهب بيكون في منتهى الصدمه. هو بيقول ازاي؟ بيقول له يا عم اهدى اكيد الجهاز ده بيخرب. بيقول له لا مش بيخرب. بيرجع يوم علشان يعرف مات ازاي. استغفر الله العظيم يا رب، كل ده كدب يا صديقي. اوعى تصدق اي حاجه منه، محدش يعرف المستقبل غير ربنا سبحانه وتعالى. جماعه دول الفلط بيجري في وراها. المهم بيشوف مين رافع عليه سلاح، هو اريا ابن الهرمه. بيقول له ابن الهرمه هيقتلني الساعه 46 دقيقه ودلوقتي 36 دقيقه، لازم ادمر الجهاز ده قبل ما امشي. بيفتح كاميرات المراقبه بيلاقيه حاضر في المكان، وفعلا ابن الهرمه بيقول للدكتور اللي معاه بعد ما روهيت يسلمني الجهاز هخلص عليه، لان اللي انا هعمله بالجهاز روهيت مش هيرضى بيه، فلازم اخلص منه. سينها بيقول له انت مستني ايه؟ اهرب بسرعه. بيقول له لا، الكلب هيستخدم الجهاز ده في حاجه غلط، انا لازم ادمر الجهاز قبل ما يجي. بيتصل بامه بيقول لها انا جاي يا اما ما تخافيش. بتقول له مال صوتك يا ابني؟ بيقول لها العالم ده طلع وحش قوي يا اما، ابن الهرمه غدر بيا وهيقتلني، ما تخافيش يا اما انا جاي. بيقفل معاها وبينزل تخبيط في الجهاز، بيدمر حاجات كتير بس مش كتير قوي يا صديقي. يا ابن الهرمه بيخبط الطلقه. بيقول له ليه يا راهب؟ بيقول له انا دمرت حلمك لاني شفت المستقبل وعرفت اللي انت ناوي تعمله. بيقول له الجهاز هيتصلح لانك انت ما دمرتوش كله، بس للاسف انت خسرت حياتك. يا خساره يا راهب. ابوه خلاص هيخلص عليه، ولكن سينها بيقول له لا يا ريس، لو قتلته مش هتعرف تفتح الجهاز، لان الجهاز ما بيفتحش غير بنبضات قلبه وبصمه عينيه. بيقول له حظك تعيش لحد ما نصلح الجهاز يا راهب، ولحد ما نصلح الجهاز محدش هيعرف انك انت لسه عايش، واللي هيتقال للناس ان المعمل ولع بيك ومات. سينها بيقول لكريشنا وده كل اللي حصل يا ابني، من ساعتها وانا مستنيك تكبر علشان تنقذ ابوه، واما كبرت ما عرفتش اوصلك لحد ما شفتك مع بيريا في التلفزيون. كريشنا بيخرج بره، هو بيكون في منتهى الحزن. بيريا بتخرج وراه بتمسك ايديه وبتديله شريط الفيديو. بياخد الشريط، هو بيقول لهم 20 سنه اريا حرمني من ابويا، وحرم ابويا مني، وحرم ام من ابنها، وحرمه يشوف امه، وكان السبب في موت مراته. 20 سنه عذاب. بيقول له اهدى يا ابني، لازم ننقذ ابوك وننقذ العالم من اريا، الجهاز اللي صنعه ده ناوي يعمل بيه كوارث. في الوقت ده اريا بيخرج روهيت من السجن وبيفتح الجهاز ببصمه عينيه وبصمه قلبه. الجهاز بيفتح واريا واللي معاه بيكونوا في منتهى السعاده. بيقول له روهيت ودلوقتي هقدر اخلص عليه، بس ليه الاستعجال؟ خلينا نشوف اللي هيحصل في المستقبل. بيحط ايديه على الجهاز وهو بيشوف نفسه بيموت يا صديقي. الكل بيكون في منتهى الصدمه، واللي بيكون مخلص عليه هو كراش. روهيت بيضحك، ابن الهرمه بيخبطه بالسلاح وبيقول له احنا صنعنا الجهاز ده سوا علشان نعرف المستقبل ونغيره يا راهب. بيروح لكريسلي بيرفع عليه السلاح وبيفضيه في صدره، بيخلص عليه وبيمشي من المكان. كريشنا بيحضر في المكان بيشوف كريسلي، ولكن بيكون فات الاوان. سينها بيقول له الظاهر ان اريا شغل الجهاز وشاف مستقبله، واكيد شاف نفسه وهو بيموت على ايد كراش، عشان كده جه وقتل كريسلي. بيقول له وحياة ابويا لا يحصل له كل اللي شافه في المستقبل. وفعلا يا صديقي بيلبس القناع وبياخدها جري وراه، وسبحان الله رغم ان اريا له نص ساعه متحرك بس عادي كريش بياخدها جري وتنطيط وبيكون خلاص هيوصل له، ولكن بيشوف الطفل ده الباص بيكون خلاص هيفوت فيه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، كريشنا بيتلفها في اللحظات الاخيره، واريا بيركب طيارته علشان يعدي الوقت. غلبان ما يعرفش ان اللي وراه مخه تعبان. وسط العربيات ماشي، فوق العربيات ماشي، تحت الميه ماشي، لحد ما بيوصل عند المعمل. رجاله اريا بينزلوا عليه وبيحوطوه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه يا صديقي؟ لا والله، ارجع عليه. الواد برجليه خطير والله خطير، بياخد الطياره اللي فوق وبينزل يزلزل الزلازل، بيكسر عظمه حبه حلوين وحبه حلوين جايين بسرعه التنين. ولكن على مين؟ ده كريشنا ابن الكدابين. عد معاه صديقي، 1 2 50، كلهم بينزلوا دفعه واحده. اريا بيرجع على المعمل وبيقول اخيرا غيرت مستقبلي. كريش مات وفاضل 5 دقايق، خلينا نشوف تاني ايه اللي هيحصل. بيحط ايديه على الجهاز برضه بيلاقي كريش مخلص عليه. بيقول ازاي؟ امال مين اللي انا اكله ده؟ ابن الهرمه كريش بعد 5 دقايق هيكون هنا. بيبص على رجالته بيلاقيهم بره نايمين. بيقولوا ماله؟ هو هيخش ازاي ومنين علشان اعرف اخطط له. وكريش بيخش المعمل، هو بيخلص على اي جحش يقابله، بيكمل لجوه، ما بيرضاش يخش من الباب ده لانه متاكد ان في رجاله متسلحين. بيخش من الحيط وبالطوب بتاع الحيطه بيخبط فيهم بالعبيط، بيخلص عليهم وبيخش الاريا. بيلاقيه رافع سلاح على راهب. يقول له ايه يا معلم؟ انا سبقتك بخطوه لاني شفت المستقبل وخدت احتياطاتي منك، بس السؤال اللي هيجنني انت ليه عايز تقتلني؟ علشان الكلب اللي اسمه راهب ده تعالى هنا وجاوبني. واحد من رجالته بيلمسه بيلف الناحيه التانيه وبيكون خلاص هيقتله، ولكن اريا ابن الهرمه بيخلص على سينها. بيقول له اياك تتحرك يا كريشنا، انا قلت لك انا عرفت المستقبل وعرفت مين معايا ومين عليا، فعلشان ما نخسرش كتير قول لي انت مين من غير تفكير. كريشنا بيمشي مستسلم ورجالته بينزلوا فيه تخبيط، بيستحمل لحد ما بيوصل
بيوصل لابوه روهيد بينزل له، هو بيقول له انت مين؟ عينيه بتدمع، واريا بيقول له هنعرف. قوم خلاص هيقتل ابوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. كريش بيرميه بعيد، بيفوق لهم وبيطرقع فيهم زي صواريخ العيد. ارجع على اريا بيرفع سلاح على روهيد، اريا بتحاول تمنعه، بيخبطها بطلقه هي والطلقه الثانيه في روهيد. كريش بيخلص اللي في ايديه، هو بيروح جري عليهم، شكله هيعملها ولا ايه؟ بيرمي على بريا الطفايه، بتشيل عنها الطلقه. بريا بيضربه بالسلاح ولكن بيلف عليه بيجنن اللي جابوه. نظرته ليه لوحدها بترعبه، وكريش في بطنه كل ما اتاها من قوه بيخبطه، بيفرتك الجاكيته من ظهره والازاز بينزل عليه من فوق، واحده فيهم بتخش في بطنه. كريشنا بيروح رافع عليه سلاح، اريا قبل ما يموت بيقول له انت مين؟ بيقلع القناع واريا بيتوكل على الله يموت. روهيد بيروح لكريشنا مش مصدق ان ده ابنه، بريا بتقول له ده ابنك. كريشنا بيقرب منه والاتنين بيكونوا في منتهى الانترفانتاس. كريش بيرجع تاني لجدته اللي بتكون بتحتفل بعيد موت ابنها روهيد ومراته نيشا، ومجرد ما بتشوف كريشنا بتقوم تاخده بالحضن، بتاخد بريا بالحضن، بتبص بره بتلاقي روهيد قدامها، ما بتكونش مصدقه اللي شايفاه بعينيها، بيقول لها اما، بتخرج تاخده بالحضن. وما ادراك من هذا الحضن يا صديقي، الحمد لله على نعمه الام. قوم يا صديقي، قوم يا صديقتي، خد امك منك ليها بالحضن، وقول لها ربنا ما يحرمنا منك يا ست الكل. انا بس اشطب الفيلم وروح. المهم روهيد بيفتح الجهاز وبيبعت رساله لجادو، جادو بيرد عليه وبيخرجوا كلهم يبصوا للسما، وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. وهنا بينتهي الجزء الثاني يا ساده. لو عايزين الجزء الثالث اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت شويه لايكات، ولو ما كنتش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تسلم لي على ست الكل يا ولدان، وقول لها تدعي لي دعوه حل الحياه، وخش خد لفه في القناه، صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا انسان.